السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا شرح لأداة كويسة بتخليك تعمل اختراق على أي أكاونت من أي منصة من منصات السوشيال ميديا المعروفة. أولا الفيديو ده غرضه التعليم وغرضه إنك تفهم وغرضه إنك تعرف إنك إزاي تحمي نفسك وإزاي تتجنب إن أنت يحصل فيك حاجة زي دي، وإزاي تعرف الشخص اللي بيعمل فيك كده إزاي. فأداة زد فيشر اوامرها للتنزيل بسيطه جدا، يعني مش هنكتب اوامر كتيره، وكمان انت مش محتاج ان انت تكتبهم بايدك لان انت هتلاقيها اصلا على موقع جيت هاب. وفي حاجه برضو كده اعرفها لك في الاخر عشان تبقى واخد بالك لو انت حبيت تلعب بديلك تجرب بره بتاع، عشان عارف الحوارات اللي بتحصل. ففي حاجه برضو انا هنبهك عليها في الاخر كده وخد بالك منها. طيب ازاي نوصل لموقع جيت هاب ونوصل لاداه زد فيشر؟ هتيجي في البحث عندك عادي في اي متصفح عندك هتكتب انستول زد فيشر. اول لما تدخل اول رابط عندك من جيت هاب هتدوس عليه، هيدخلك هنا. ده اسم الاداه. انزل معايا تحت لحد ما تلاقي قائمه كده اسمها انستوليشن، ودي اوامر التثبيت. كل اللي عليك بكل هدوء ان انت تاخد الامر ده. ايه الامر ده؟ ده امر تثبيت الاداه. هتحطه بيست جيت كلون وباقي امر تثبيت الاداه واسم الاداه. تضغط انتر هيبدا ينزل معاك الاداه. طبعا انا ما نزلتش الاداه قبل كده، هنبدا ننزلها مع بعض واحده واحده، فهنضطر نستنى. هي طبعا خفيفه فمش هتاخد كتير يعني. امر سي دي زد فيشر ده الامر بتاع ايه؟ احنا بنؤمر كده ان هو يدخل لنا جوه فولدر الزد فيشر اللي هي الاداه، جوه فولدر الاداه. كده هو دخل جوه فولدر الاداه واحنا كده حاليا جوه فولدر الاداه. لو ضغطنا ولو كتبنا وقلنا ايه الاس وضغطنا انتر هيجيب لنا كل الملفات اللي موجوده جوه الفولدر بتاع الاداه. احنا كل اللي يهمنا فيهم هو الملف ده. طبعا انت اصلا لو رحت الموقع تاني رجعت هتلاقيه كاتب لك باش اس اتش. اول لما تلاقي كلمه اس اتش دي دوت اس اتش اعرف ان اول امر الكلمه عشان تشغلها بيه هو باش. المهم ان انت هتاخد الامر كوبي، انت مش هتكتب اي حاجه، انت تاخد كوبي بس تحط وهتكتب انتر. هيبدا يشغل معاك الاداه. لو هو هيحمل حاجه سيبه يحمل حاجه، لو هو بيعمل ابديت لشيء سيبه يعمل ابديت لشيء، ما تمنعوش. الشرح ده علشان محدش يتلخبط وعلشان محدش تلف منه الدنيا ويشوف ان عنده اختلاف عنه هو. الاختلاف اللي عندي ومش عندك انت ان انا بستعمل نظام من كالي لينكس اسمه نظام اوبنتو. نظام انا بشوف ان هو كويس وان انا بحب استعمله اكتر، وفي حاجات مناسبه لي فيه اكتر. شوف انت النظام اللي انت بتستعمله ايه، اذا كنت بتستعمل كالي لينكس على تليفون، على الكمبيوتر، على اللابتوب، ايا كان انت كنت بتستعملها فين، ده مش مهم. المهم ان هي كده الاداه تشتغل. واذا كان ايه هو النظام، اي نظام من كالي لينكس عامه، النظام اللي انا بستعمله اسمه اوبنتو. لو حد حابب ينزله ليه شروحات كتير على اليوتيوب، اكتب تنزيل نظام اوبنتو من كالي لينكس وهتلاقي ناس كتيره جدا بتشرح. مع الانتظار حبه بسيطه يا شباب. هو كده عمل انستول لكل حاجه هي مش موجوده، وعمل لها ابديت، وهو دلوقتي بيفتح معانا الاداه. ده لسه بينزل كام حاجه تاني. تمام على راحته يا جدعان. محدش يقفل او يطلع من التنزيل اللي هو بيعمله علشان ما يسببش اي مشاكل ويضطر يعيد الخطوات دي من الاول. سيبه ينزل اللي هو عايزه براحته لحد ما يفتح الاداه مع بعض، ولما يفتحها هو فتحها على الكلام اهو. بص يا معلم، اول حاجه احنا ممكن نعمل عليها اختراق فيسبوك، هو موجود اول واحد. انت ايه اللي بيحصل بقى؟ الاداه دي عباره عن ان انت بتاخد كود ايه بس استغفر الله، بتاخد رابط الاداه هي اللي بتعمله لك، وبعد ما بتاخد الرابط بتبعته للشخص،
والشخص اول لما بيدوس عليه بيظهر له صفحه تسجيل بتاعه انستجرام بقى، بتاعه فيسبوك، بتاعه مايكروسوفت وجوجل، ايا كانت ايه هي صفحه التسجيل اللي هتظهر له. اول لما تظهر له هو يسجل عليها دخول، انت بيرجع لك الباسورد والجيميل اللي هو حاطه، او اليوزر نيم والباسورد اللي هو حاطه. طبعا عامه تعالى نبدا بالانستجرام. تضغط رقم 2 وتقول له انتر. خلينا في صفحه عاديه ليها رقم 1 انتر. ماشي. برضو خلينا في اول حاجه اللي هو لوكالوست ولا لا، بص خلينا في افضل حاجه اللي هو ده، اللي هو تاني اختيار. هتكتب ان يا معلم كده هو جاب لنا الرابط اللي احنا هندوس عليه. لو جيت هنا دوست وكتبت اوبن لينك هتبص تلاقيه فتح صفحه تسجيل دخول عاديه جدا بتاعه الانستجرام. صفحه تسجيل دخول عاديه جدا جدا جدا. لو هو هيشوفها صفحه تسجيل دخول عاديه خالص بتاعه الانستجرام، كل اللي عليه هيعمل ان هو لو كتب اي حاجه هنا، اي حاجه، ده مثلا اليوزر نيم، هيجي هو هنا مثلا هيكتب اليوزر نيم بتاعه احمد، ومثلا الباسورد بتاعه 1 2 1 2 3 4، ادي اهو، خليه يا عم 5 6، ادي الباسورد بتاعه من 1 ل 6، وكاتب احمد وكتب لوجين. اللوجين ده هيروح محوله على الانستجرام فعلا، على صفحه الانستجرام، صفحه تسجيل دخول الانستجرام. هو كده هيفتكر ان هو سجل دخول في الانستجرام. لكن لو احنا جينا رجعنا هنا هنبص هنلاقي ان اليوزر نيم اللي هو كتبه ظهر في خانه اكونت هنا، والباس اللي هو كتبه الباسورد ظهر في خانه الباسورد هنا، اللي هو من 1 ل 6، وادي الجيميل اللي هو كتبه او اليوزر نيم اللي هو كتبه. طبعا حاجه زي دي بتحصل على الشبكه بتاعتك انت بس. يعني بتحصل على الشبكه بتاعتك انت بس، يعني شبكه الواي فاي اللي انت موصل بيها اللابتوب، موصل بيها التليفون اللي عليه كان لينكس او كلمه هانتر، عشان على التليفون اسمها كلمه هانتر، موصل ادابتر على الكمبيوتر بتاعك، ادابتر الواي فاي، ايا كان. المهم ان هو بيحصل على شبكه الواي فاي بتاعتك انت بس. اي حد متصل على شبكه الواي فاي بيعمل كده. طيب احنا عايزين نعمل كده على اي حاجه خارجيه، طبعا دي مش عندي، لان انت كده بتقتحم خصوصيات الناس، وعامه لو عملت على اي حد متصل بشبكه الواي فاي عندك في البيت فانت برضو بتقتحم خصوصياته. فده حاجه انا مش بعلمها لك، انا بعلمك ازاي تتجنب. طيب هتقول لي وانا كده بتجنب؟ هقول لك ايوه. لو كتبنا كنترول سي علشان نطلع من الامر، ماشي، ورجعنا كتبنا باش زد فيشر دوت اس اتش تاني، وخليناه يفتح لنا زد فيشر من الاول وجديد، وجينا اخترنا الانستجرام 1 انتر 1 انتر انتر. بص يا معلم هوريك حاجه عشان تبقى واخد بالك منها. اولا احنا نرجع هنا تاني للتيرمينال، بص شفت الرابط اللي هو عطاهولك واحنا دوسنا عليه اوبن، اللي هو ده اهو قدامك اهو، واحنا دوسنا عليه اوبن، شوف فتح ايه؟ فتح حاجه مش تبع الانستا خالص، فتح رابط مش تبع الانستا خالص. فانت دايما ركز على الرابط اللي بيتبعت لك، وقبل ما تدوس عليه خلي بالك في ناس قبل ما تدوس على بتكون برضو عامله شوف الاي بي اهو، يعني ده اللي انا بتكلم كنت لسه هقوله برضو. هو ممكن ياخد الاي بي بتاع الجهاز ويكون ممكن يضرك بيه. وكمان انت خد بالك ان الروابط الغريبه انت بتخش عليها، وطبعا قلنا ان هو لو كتب هنا اي حاجه وداس لوجين هيروح محوله على صفحه الانستجرام الحقيقيه، صفحه تسجيل الدخول الانستجرام الاصليه اللي هي موجوده عادي بتاعت الانستجرام ذات نفسه. ولو جينا نرجع للتيرمينال هنا هنشوف ان الاكونت اللي هو كتبه اليوزر نيم كتبه هنا، والباس كتبه برضه هنا. وانت يعني شوف انت على الله حكايتك خالص، فاكر ان انت كده سجلت دخول في الانستجرام، وممكن اخلي لك الرابط ده بتاع تزويد متابعين، بتاع توثيق الحساب، ايا كان. عامه قبل ما تعمل حاجه زي دي، قبل ما تدوس على اي رابط خلي بالك واعرف الرابط ده امن ولا مش امن،
وما تثقش في الروابط اللي انت بتدوس عليها من اي مكان، لان بكل بساطه انا وريتك ان من الاداه، من اداه زد فيشر احنا ممكن يعني كذا موقع، كذا وكذا اكونت من كذا شيء، من الانستجرام، من الفيسبوك، من التيك توك، من اي حاجه موجوده ظهرت قدامك من الخانات اللي انت تقدر تدخل عليها دي. اتمنى ان انت تكون فهمت، واتمنى ان انت لما تستخدم حاجه زي دي، ولو عرفت ازاي تبعت الرابط لاي حد في الدنيا مش لازم على الشبكه الوظيفيه بتاعتك، اتمنى ان انت ما تضرش وتستخدم العلم اللي انا بديهولك في ان انت تنفع بالبني ادمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.